أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. خلاص يوم 25 الشهر ده شهر 11. الصيام الميلاد المجيد اللي مدته 43 يوم وفيه أكل سمك. وفي القناة بنعمل فيها أكلات حلوة جدا جدا طول ال 43 يوم. بنعمل أكلات حلوة وحادق، حاجات جميلة جدا جدا، طبعا صيامية كلها من بلاد كتير. فيا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، يشجعني ان انا اعمل لكم حاجات احلى واحلى. والنهارده بقى عندنا حفلة ممبار. صدقيني انا عامله لك الممبار اكتر من مره في القناه، بس النهارده بقى عاملهولك بالتفصيل. يعني للمبتدئه تدخل تشتري باكيتة ممبار، وتيجي بقى معايا من الألف للياء. هنعملها مع بعض. اهو فكيته يدوب من الباك بتاعه وحطيته في المية بيحل خالص، ما يبقاش فيه تلج. ودلوقتي بقى بناخد الحرف بتاع الممبار وبنقلبه، وبالشكل ده اهو تحت الحنفية. يعني بيتقلب معاكي في منتهى البساطة، يعني حاجة سهلة جدا جدا. بس لما بيبقى فيه نسبة دهون عالية، ممكن تشيلي نسبة من الدهون على أساس تقدري تقلبيها، يبقى في يعني سهل. لكن يعني تحاسبي بس تقطعيه. هو فيه دهون بس أنا حقيقي ما شلتهاش. أهو بنقلبها بالشكل ده. انا موريالك الكمية كلها اللي انا عاملاها بالشكل دوت. بوريلك ان هي بسيطة جدا جدا. انا طبعا مسرعة الفيديو، لكن المراحل كلها بتاعته اهو. يعني كأني تيتا ميري معاكي في المطبخ. يعني هاتي الباكيتة بتاعة الممبار وتعالي اتفرجي على الفيديو بالتفصيل بأمانة. يعني بصي مفيش أبسط من كده، مفيش أسهل من كده. ناس كتير تحب الممبار، يعني معظمنا بيحب الممبار. بس تقول يعني الناس تقول ايه، لا ده صعب ان انت تعمليه، لا تقيل قوي. لكن لا، اهو ما فيهوش يعني تقل ولا حاجة خالص خالص. سهل، بالعكس سهل جدا جدا. اهو بصي بنقلبها في منتهى البساطة. بتقلبي من اول الحرف بتقلبيه، وبعد كده تحت الحنفية ايد بتبقي فاتحة فيها الممبراية، والتانية الايد التانية بتدخلي الحرف بتاعها. اهو يعني هو الفيديو شارح نفسه، يعني مش محتاج كلامي. اهو بصي بالشكل ده بنقلبها. وكمان بعد ما بنقلبه كله بالطريقة دي، لما بتيجي بقى بعد ما بننضفه وبنيجي نقلبه القلبة التانية، بتبقى أسهل من دي بكتير كمان، لأن ما بيبقاش فيه الدهون بتبقى من جوه، فبيبقى سهل، أسهل من كده ياما. أهو يعني في منتهى البساطة، سهل جدا جدا. أهو هنعمل الكمية كلها بالشكل ده. بنفتح الحنفية عليه، بس لازم بيبقى مية، يعني ما ينفعش ان انت تعمليه على الناشف. لا، لازم بتبقى بتعمليه في المية، يبقى سهل جدا جدا. انا هعمل الكمية كلها اهي. مش هتاخدي، صدقيني بأمانة بالطريقة دي مش هتاخدي دقايق. اهو بصي، هو بتبقى ان متقطع زي ما الجزار هو مقطعه، سواء كبير او صغير. انت ممكن يعني بالمقص تقصقصي وتعملي بالوحدات اللي انت حباها، بس انا ما قصقصتش، انا سبته زي ما هو، زي ما الجزار عامله وحطه في الباكيت زي ما هو. فاهو بقلبها كده. الكمية يعني خلاص الكمية خلصت اهي. وبعد ما قلبته كله وكنت حاطاه في المصفى، دلوقتي رجعته تاني في البولة، وشطفته بقى بالمية بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنعمل له المحلول الجميل. عندي الملح، ممكن يكون ملح ابيض، انا ما عنديش ملح ابيض، فاي نوع ملح عندك بنحط معلقتين. وعندي الخل، اخدت نص كوباية الخل دي
وبعد كده هندعك الممبار، بس تدعكيه بالراحة، مش جامد، على أساس إن ما تقطعيهوش بقى بالشكل ده. وبعد كده رجعنا قلبناه أهو. بس أنا الكاميرا حقيقي ما صورتش وهو بيتقلب الدور التاني، بس سهل جدا جدا، أسهل من الأول الفيديو لما قلبناه مع بعض. فاتقلب أهو بالشكل دوت، رجعته تاني زي ما كان. بصي أبيض زي الشمع ازاي، يعني حاجة في منتهى الجمال، ولا فيه زفار ولا أي شيء. أهو بالشكل ده زي الشمع حقيقي. وبعد كده دلوقتي بقى هنجيب كزبرة وبقدونس وشبت وطماطم وبصل وفلفل أخضر وزيت ولحمة مفرومة، على أساس إن احنا بقى بنرفع، فعايزين نعمله باللحمة المفرومة. أول حاجة في البولة خرطت البصلاية، مش بنبشرها، أنا بحب إن أنا أقطعها. قطعت البصلاية مع الثلاث طماطمات الكبار وحوالي نص كوباية زيت وعلبة الصلصة الصغيرة دي، يعني معلقتين 3 صلصة. والفلفل ده حراق، يا دوب أخدت حتى منه صغيرة، ليك الحرية إن تحطي يعني أكتر أو أقل. والبهارات بنحط معلقة بابريكا، معلقة ماجي، بنحط معلقة صغيرة ملح، تاخدي بالك ان الماجي فيها ملح، هي مالحة اساسا. وبعد كده بنحط رشة فلفل اسمر، وبنحط رشة كمون، رشة كزبرة ناشفة، بس بنزود الكزبرة الناشفة شوية. وبعد كده بندعك التتبيلة بتاعتنا دي كلها، الطماطم مع البصل مع الخضرة مع البهارات مع الزيت، بندعكها حلو قوي قوي. وبعد كده باللحمة المفرومة، لما احنا نحط لحمة مفرومة او ما تحطيش براحتك. وبعد كده بقى بعد ما دعكناها حلو بنحط عليها الرز، بنغسل الرز ونصفيه، مش بننقعه. وبعد كده بنحطه على الخلطة بتاعتنا وبنقلبه. ما تقلبيش جامد بعد ما تحطي الرز عشان ما يتكسرش منك. وبعد كده بناخد الممبار بتاعنا بالشكل ده وبنحشيه في منتهى البساطة، سهل جدا جدا زي ما انت شايفة في الفيديو اهو. بنفتح وحدة الممبار اهي بالايد، والايد التانية بنحط فيها الخلطة بتاعتنا اهي بالشكل ده. وبعد كده بنبططها على اساس ان هي ما تفرقعش منك، ما تكتريش الحشو زيادة عن اللزوم، يعني زي ما انت شايفة في الفيديو كده، تبقى نسبة معقولة وبتتبططيها اهي بالشكل ده اهو. ممكن تعملي وحدات صغيرة، ممكن تعملي وحدات كبيرة، أنا بسيبها على بعضها. وبعد كده بالخيط بربطها زي ما أنا حابة بقسمها. لكن انت لو عايزة يبقى لك أسهل، ممكن بتقطعي الوحدات اللي انت عايزاها وبعد كده بتربطيها من الناحيتين وخلاص. لكن أنا بستسهل إن أنا بعملها على بعضها. وبعد كده بعملها بقى الحجم اللي أنا عايزاه، بس الأول بحشيها على بعضها أهو بالشكل ده أهو. هتعملي الكمية كلها، صدقيني مش هتاخدي وقت خالص خالص، وسهل قوي قوي، يعني مفيش أسهل من كده أهو بالشكل ده. ممكن مليناها من الجنب، ممكن الجنب التاني نعملها كده بحيث ان يعني تبقى سهل عليكي، على اساس انا سايباها زي ما بقولك كده بالطول بطولها يعني اهو. يعني حاجة في منتهى البساطة. وبعد كده بقى بالخيط ربطتها بالشكل ده اهو. عملت واحدة صغيرة دي اهي كده. وبعد كده حطيتها في الحلة، تحطيها كده جنب بعضها، ترصيها كده جنب بعضها. ودلوقتي بقى في الكسرونة دي حطيت حبة مية مع معلقة ماجي ورشة كمون صغيرة، ما تكتريش الكمون عشان ما يمررش. ويا دوب غلى غلوتين كده على نار عالية. وبعد كده هدينا النار لغاية ما استوى. ده حقيقي ما خدش سوا كتير اهو، وطالع متفلفل وجميل بالشكل دوت. وممكن يتقدم بقى يتاكل كده مسلوق يعني، او ممكن يتحمر براحتك. وانا طبعا كنت عاملة الخلطة، عاملة حسابي ان انا هعمل باكيتة تانية، فاهي الباكيتة التانية برضو بنفس الخلطة، هي حشيتها وبنفس الخطوات هي اهو بالشكل دوت. بس المرة دي بقى ما قسمتهاش صغيرة كده، ما عملتهاش واحدة صغيرة. وبعد كده بمعلقة سمنة مع
رشة صغيرة زيت وبيتحمر بالشكل ده وطالع متفلفل، وبأمانة حاجة خطيرة، حاجة حلوة أوي أوي. يعني اعمليها واعملي الممبار، مش هتاخدي وقت ولا مجهود صدقيني، وهتعملي أحلى وأطعم ممبار. واستنيني في أكلات جديدة مع تيتا ميري. باي باي.